السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم المصري في فيديو جديد. النهارده هنعمل أفضل بيتزا في العالم، تقدر تعملها في الطاسة أو في الفرن، وعالية في البروتين وقليلة في السعرات، وتقدر تدخلها في الدايت يا معلم. وتابع معايا الطريقة خطوة بخطوة. تبدأ تنزل ب50 جرام شوفان في الطبق، ويفضل يكون مطحون. لو ما عندكش غير سليم ممكن تعمل بيه الوصفة، وكده كده هتطلع جامدة يا معلم. تنزل عليهم ب100 جرام زبادي ما يعادل علبة كامل الدسم، وتبدأ تنزل عليهم بالطين. ولو مش بتعرف تكسر البيضة بإيد واحدة يبقى لازم تتعلم يا معلم، عشان كده الوصفة هتبوظ منك. بعدين تنزل عليهم بنص معلقة بيكنج باودر ورشة ملح، وممكن تستخدم خميرة فورية. بعدين تقلب الخليط، ولازم يبقى معاك تقيل كده. لو ما طلعش تقيل كده ممكن تزود معلقة شوفان صغيرة. وبعدين تسيبه ربع ساعة. على بال ما الربع ساعة دي تخلص هتصلي على النبي وتخش تتفرج على فيديوهاتي، أفضل فيديوهات لعمل الأكل على اليوتيوب يا باشا. وتخش في وصفة الفراخ، تنزل بمعلقة زبادي عليها معلقة بهارات فراخ من اللي هكتبها لك في أول تعليق، وعصرة ليمون. وتنزل عليهم بصدورك المتقطعة شاورما، وتبدأ إن أنت تقلبها وتسيبها المدة اللي أنت عايزها. بعدين تنزل ب5 جرام زيت في الطاسة وتسخنها جامد قوي، وتقطع بقى يا معلم الخضر بتاعك، فلفلاية وبصلاية وطماطماية. وتبدأ تنزل بالفراخ على الطاسة، وفي نص السوا تبدأ تنزل بالخضار وتقلب شوية يا معلم، وكده يبقى معاك الفراخ جهزت. بعدين تخش في الصلصة، تبدأ إن أنت تنزل ب30 جرام صلصة و10 جرام كاتشب وعليهم البهارات اللي هتظهر على الشاشة قدامك يا باشا. بعدين تنزل عليهم بقى بتركيه من عندي 5 جرام صويا صوص، وكده هتبقى عملت افضل صلصه ايطالي في 5 دقايق يا باشا. بعدين بقى تبدا ان انت تقطع بصلايه وقطايه وفلفلايه او الخضار اللي انت عايزه. لو عندك زيتون هيعلي الطعم قوي. وتبدا بقى ان انت تمسح الطاسه بتاعتك بمسحه زيت، وتتاكد ان الخليط بعد ربع ساعه بقى تقيل زي ما انت شايف كده. وترفع الطاسه على النار وتسخنها جامد قوي. بعدين تهدي النار، وبعدين تنزل بالخليط على النار يا معلم. واول ما يبدا يسخن ويطلع فقاقيع وبخار معاك كده تقلبه، وتنزل عليه بالصلصه بسرعه. بعدين تنزل عليه بالخضار بتاعك اللي انت اخترته زي ما انت عايز. بعدين تنزل عليه بكميه الفراخ على حسب سعراتك وعلى حسب كميه البروتين اللي انت عايزها. وتنزل عليهم بقى بالمكون السري، يا اما 30 جرام موتزاريلا عاديه، يا اما 50 جرام موتزاريلا لايت. وبس كده هيبقى معاك افضل بيتزا في العالم، وتقدر تدخلها في الدايت وهتشبعك جدا، وعليها بروتين كتير جدا وسعرات قليله جدا. وفي النهايه احب اقول لك انك لازم تعمل اشتراك وتفعل الجرس، عشان هتخسر كتير لو ما عملتش كده. وبس يا معلم، احب اقول لك سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.